ازاي اكون انسانه فخوره بنفسي؟ اول حاجه اساسيه او عواميد البناء كميه الفخر اللي احسها بنفسي بتعتمد على الثقه. واتكلمنا في حلقات قبل كده ازاي اكون انسانه واثقه من نفسي، وازاي ابني الثقه، وازاي اعمل روتين لبناء الثقه في نفسي. في الحلقات السابقه يمكن اللي متابعني من فتره عارف ان انا كنت بنزل بودكاست جيرل ستوك على قناتي الثانيه، ودلوقتي نقلتها على القناه بتاعت اللايف ستايل هنا. فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات، وهسيب لكم البلاي ليست القديمه بتاعت جيرل ستوك في الديسكربشن بوكس عشان تتاكدوا ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات القديمه عشان تفيدكم. ازاي اكون انسانه فخوره بنفسي؟ زي ما قلت لكم معتمده بناء تام على الثقه بالنفس، ان انا اكون انسانه واثقه بنفسي. ففي حلقه النهارده هنتكلم على 6 نقاط مهمه عشان تحسي بالفخر بنفسك وتبني ثقتك بنفسك. اول نقطه ان انا محتاجه افرق بين نقاط القوه عندي ونقاط الضعف، وخلينا كده نتفق ان احنا بني ادمين فينا نقاط قوه ونقاط ضعف. يمكن المجتمع يخلينا نركز وننسى، يعني نركز على نقاط الضعف وننسى على نقاط القوه، خاصه لو انت شخصيه لسه رقيقه، بتتاثر بسرعه، حساسه. هتلاقي ان كل اللي حواليكي هيحس بده، وممكن يخليكي تركزي اكتر على نقاط الضعف عندك وتنسي ان انت اصلا عندك نقاط القوه. فاحنا محتاجين نجيب ورقه وقلم ونصنف ايه هي نقاط القوه اللي عندنا. واكيد دي يعني لو انت مش عارفاها فيكي اسالي حد فعلا بيحبك، سواء مامتك سواء صاحبتك سواء اختك او حد فعلا انت متاكده ان الشخص ده عارفك عن ظهر قلب وهيساعدك. لا اما انت عارفه، اقعدي مع نفسك، خدي وقتك، فكري ايه هي نقاط القوه عندي وايه هي نقاط الضعف عندي. محتاجين نعمل ايه عشان نزود نقاط القوه، ومحتاجين نعمل ايه عشان نقلل نقاط الضعف. الاثنين محتاجين تمارين ان احنا نشتغل على الجنبين. يمكن المجتمع العربي او المجتمع بصفه عامه بيخلينا نركز على نقاط الضعف عندنا، وزي ما قلت لك لو انت لسه شخصيه رقيقه يعني حساسه، هتلاقيكي ان هم اللي حواليكي، خاصه لو انت حواليكي ناس متنمره كتير، هيخليكي تركزي اكتر على نقاط الضعف عندك وتنسي ان انت عندك نقاط قوه. فانت محتاجه تصنفي ده وتصنفي ده وتشتغلي على الجنبين، واحد تزوديه والجانب الاخر تقلليه. والمهم ان انت تتقبلي نقاط الضعف عندك ونشتغل عليها واحده واحده بهدوء. يعني مش كل حد تشوفيه تقولي انا نقاط الضعف عندي كذا، انا شخصيه ضعيفه، انا كذا. لا، اتكلمي على نقاط القوه اللي عندك وقولي ان انا عندي نقاط قوه كذا كذا كذا. او حتى ما تبقيش برضه تقوليها عشان ما تبقيش انسانه شوي، بس برضه ما تسمحيش لحد يقعد يركز لك ويعمل لك فوكسنج على نقاط الضعف اللي عندك. تاني نقطه ان احنا محتاجين نحط اهداف واقعيه لكل حاجه في حياتنا. يعني ما تخليش تحطيش هدف وتحطي له خطوات يعني اكبر بكتير من الهدف. فعلى سبيل المثال قولي ان انا عايزه اتعلم لغه جديده خلال سنتين، ما تقوليش ان انا هتعلم لغه خلال شهرين. اتس امبوسيبل. او لو انت واحده بقى فاضيه ما وراكيش اي حاجه ممكن تحققيها في شهرين، بس مش هتبقي بيرفكت. قولي ان انا عايزه انزل 10 كيلو في خلال 5 شهور، ما تقوليش ان انا عايزه انزل 5 كيلو 10 كيلو في اسبوع او في شهر هترجعي تزيديهم تاني. لا، خليه اهدافنا واقعيه، يعني بهدوء نمشي تجاه الهدف بتاعنا بخطوات صغيره بس قويه، ما نرجعش فيها، ما ننطش 10 خطوات ونرجع مره واحده نقع، نكسر نفسنا. لا، ستيب ستيب نطلع على السلمه واحده واحده. ثالث نقطه وهي ممارسه الرعايه الذاتيه او الحب للنفس، سيلف كير، سيلف لاف. لازم نحب نفسنا. ودايما زي ما بقول لكم ما نربطش حبنا لنفسنا ان انا بحب نفسي فانا هروح اعزم نفسي على اكله فيها كالوريز كتير، او ان انا هروح اعمل شوبينج واشتري لبس واضيع الميزانيه البادجت بتاعتي. خلي حب النفس مرتبط بعادات صحيه، ان انا بحب نفسي ان انا هروح احضر كلاس يوجا، ان انا بحب نفسي ان انا هتفرج على دوكيومنتري او حاجه في التلفزيون او في اللابتوب على اليوتيوب تعلمني لغه جديده، اتعلم لغه جديده. ده حب للنفس. فالمشكله ان انا بحسها دايما في البنات ان هم دايما رابطين حب نفسهم بالاكل او بالشوبينج. ودي حاجه يعني انا دايما، يعني انا من كل فين وفين بروح اقعد على كافيه. اقول لكم الصراحه انا النهارده صحيت من النوم حسيت ان انا مش احسن حاجه، فقلت خلاص انا بحب اعمل ايه، بحب اروح اقعد في الكافيهات. فرحت جبت الفلات وايت اللي انا بحبها، بقالي كتير جدا ما شربتش فلات وايت لاني دايما بعمل الكوفي بتاعتي في البيت. وقلت هعزم نفسي على باقه وشوكولا لاني بقالي اكتر من سنتين ما اكلتوش. فجيت حبيت نفسي
بس برضو قعدت اشتغلت وبصور لكم فيديو دلوقتي، وده يعتبر برضو طلوع عن الكومفورت زون، اللي انا اصور وسط الناس اللي حواليا وهم قاعدين بيتفرجوا عليا بتكلم لغه غريبه بالنسبه لهم. بس ده انا حسيت ان انا اقدر استغل الوقت ده، لان انا بحب اتموسفير الكافيهات. يعني كان حلمي ان انا يكون عندي كافيه من كتر ما انا بحب اقعد في الكافيهات واقعد اتفرج على الناس بس يعني خلينا نرجع لموضوعنا، ان لازم نحب نفسنا ونربط حبنا لنفسنا بعادات صحيه. حلو ان احنا من وقت للتاني نرفه عن نفسنا ونروح ناكل الحاجه اللي بنحبها نفسنا فيها. يعني انا زي ما قلت لك جبت بان وشوكولا بس بعد سنتين يعني ما اكلتوش، وعملت سيرش كويس جدا على النت مين احسن واحد بيعمل بان وشوكولا، عشان يعني ما تبقاش كالوريز على الفاضي وطعمها مش حلو وفلوس. فقلت لا خلاص، فعملت سيرش كويس فجيت هنا، وحبيت بصراحه الكافيه صغنن وجميل، والاسعار كمان اقتصاديه مش اللي هي الاسعار السياحيه، فحبيته جدا لانه هو كانه مخبز كده. نشوف النقطه الثالثه اللي كاتبه لكم على اللابتوب. النقطة الرابعة: تجاهل النقد الغير بناء. زي ما قلت لكم ان يعني في اي حتة في العالم في ناس ما بتحبناش، هم جواهم سواد، في ناس متنمرة بنقابلهم من وقت ما احنا صغننين لغاية ما بنكبر عندنا 60 70 80 100 سنة ان شاء الله. طيب اعرفي دايما فرقي ما بين النقد البناء والنقد الغير بناء. انا من الاشخاص اللي على السوشيال ميديا دايما بيجي لي كومنتات من الجانبين، بس في الغالب اللي بيكتب يعني بيكتب حاجه لا اما حد بيحبك قوي لا اما حد بيكرهك قوي. اللي في النص ده في الغالب ما بيكتبش الناس اللي هي تقعد تسكرول وتتفرج على فيديوهاتك بس ما بتكتبش. بس لا اما في ناس بتحبك قوي فتعمل ايفورت شويه، يعني كام ثانيه تكتب لك كومنت حلو، وده انا بقدره جدا. وفي ناس بقى ان هم يعملوا ايفورت من كتر النار اللي جواهم، ان هم حافظين عليكي شايفين فيكي حاجه مميزه انت مش واخده بالك منها. فلو حد قرب لك من نقد غير بناء، قعدي كده فكري مع نفسك، هو الشخص ده كده يعني قال لي النقد ده ليه؟ شايف عندي ايه غار مني؟ شايف عندي ايه حاسس ان هو مش عنده؟ فعايز يقلل مني، بيضغط عليا عشان ما اشوفش الحلو فيا واركز على الوحش فيا، ونفسيتي تبقى تحت، وما يعني ما اطلعش بنفسي فوق ان انا احقق نفسي. فاي حد يوجه لك نقد غير بناء، يعني اولا انا الناس دي بشوفها يعني قبل جدا، انا بشوف الناس قبيحه جدا ان حد يكتب نقد غير بناء او حد كره. تاني حاجه بشوف ايه هو شايف فيا ايه انا مش شايفاه فيا مثلا، او هو شايف فيا ايه انا عارفه ان هو فيا بس هو غيران مني. فدايما تقبلي كل الانتقادات اللي حواليك. شوفي الغير بناء سكيب، ارميه في الزباله وعلمي على الناس دي وابعديها من حياتك، لاني دايما بقول لكم نضفي الزون اللي حواليك، ما تخلوش الناس النيجاتيف حواليك، ابعدوا عنهم. هيقابلوكوا بس خليهم كده بعيد في رف، اركنوهم فوق. والناس اللي دايما تديكوا نقد غير بناء، اقعدي فكري في النقد. ممكن ما يكونش صح برضه، وممكن يكون صح. لو هو صح وانت قعدتي مع نفسك وفكرتي اشتغلي عليه وصح. النقطة رقم 5: ممارسة التعاطف مع الذات. وزي ما قلتها لكم ان انا احب نفسي بعيوبها ومميزاتها. احنا بشر، فينا الحلو فينا الوحش، فينا عيوب وفينا مميزات. ما تركزيش على عيوبك، ما تركزيش على الحاجات الوحشه اللي فيكي. ممكن كمان الاهل يا جماعه من كتر حبهم فيكم يعني يجرحوكم. انا من الناس دي اللي مثلا كانت مامتي تركز على الحاجات الوحشه اللي فيها تقعد تقولها لي كتير، فانا احس ان انا اوحش شخص في الحياه. هي بتقول لي كده عشان تخليني شخص كويس، بس لو انت شخصيه حساسه هيأثر فيكي الكلام ومش هتعرفي، ممكن ما تعرفيش تسمعي. يعني الكلام لسه موجود في قلبي ومش عارفه انساه، بس بحاول اتجاهله عشان لمصلحتي. بحاول ان انا اتعامل مع مامتي بما يرضي الله. فتعاطفي مع عيوبك، عيوبك حبيها. عيوبك دي زي اي حد تاني حواليكي في الحياه، حتى مامتك حتى باباكي حتى اخواتك حتى اصحابك عندهم عيوب. ما تخليش الناس تكرهك في نفسك بعيوبك. كلنا عندنا عيوب، فنحبها ونتقبلها، وبعد كده نشتغل عليها ان احنا نقللها. هي يعني احنا بني ادمين، عادي بيجي لنا فترات نبقى فينا عيوب ونتزرجن ونتعصب، فده عادي. فتعاطفي مع نفسك، حبي نفسك. رقم 6 ودي نقطة مهمة جدا: احتضان الفشل. أحب فشلي، ودايما بقولها لكم
الفشل هو سلالم النجاح. انا من وانا صغيره دايما بيقولوا لي الفشل ده وحش، الفشل ده لما انت يا فاشله يا فاشله يا فاشله. الفشل سلالم النجاح، كل مره تفشلي فيها ده بيقربك للنجاح. عشان توصلي للنجاح في الخطوه رقم 100 هتفشلي 99 مره. فانا مش عايزين في ال 99 مره يجي لنا احباط، يجي لك في المره العشرة في العشرين في التلاتين تقولي لا انا احبطت، انا استسلمت، انا مش هوصل، انا مش هعرف. اعرفي ان انت وقفتي في نص السلم، في ربع السلم، في ثلاث ارباع السلم قبل ما توصلي للنجاح. النجاح ما بيجيش كده، ما بيجيش من اول ستيب، ممكن يجي لك في حاجات من اول ستيب، حاجات بسيطه. بس لو انت فعلا انسانه طموحه وعندك حلم وهدف كبير عايزه تحققيه وعايزه توصلي له، اعرفي ان انت هتفشلي كتير. ودايما كل خطوه فشل تقابلك في الحياه ان دي سلمه تجاه حلمك. تخيلي السلم كده والنجاح فوق. فشلت 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 لغايه ما وصلت للنجاح. واعرفي ان كل اللي ثبطوكي على سلالم الفشل وادوكي كلام سلبي، خاصه لما بتبقي لسه في بدايه الطريق لتحقيق هدفك، هتلاقي مليون واحد بيجيبك ارض، مليون واحد بيشدك وبيتقلك. مش هتعرفي ده انا حاولت قبلك ما عرفتش اعملها، لا الموضوع صعب، لا الموضوع مستحيل، انت مش هتعرفي، انا جربت يا بنتي. اسمعي كلامي، ما تسمعيش لحد، اسمعي نفسك، اسمعي trust your gut. انا من الاشخاص اللي يعني بؤمن باحساسي الداخلي جدا. حاجات كتير حصلت في حياتي قالوا لي استحاله مش هتعرفي. آه ما فيش حد بيعمل كده. عملتها ونجحت وحققت اهداف كتيره جدا، لان انا مختلفه، انا مش شبه اللي حواليا. انا وثقت في حدثي، في يعني في احساسي، انا حسيت ان انا اقدر اعملها، بس اشتغل على نفسي واتعب على نفسي واصحى بدري واشتغل تجاه حلمي كل يوم خطوات صغيره عشان اوصل لهدف كبير، لغايه ما حققت اهداف كبيره جدا في حياتي. ولغايه دلوقتي لسه بحقق، لان الاحلام بتاعتي او اهدافي ما بتموتش، بتكبر معايا، لان انا بستمتع بالحياه بتحقيق النجاح واهدافي. دول كانوا ست نقاط مهمين جدا عشان تحسي بالفخر بنفسك. وحلو جدا، انا بحس ان انا لما احس ان انا انسانه فخوره بنفسي ان انا بحس بالشموخ والعزه والكرامه. فانا بحب ان انا يعني سبحان الله هي بتبان في الاتيتيود بتاعت البادي لانجوج بتاعتك. لما انت انسانه فعلا بتكوني فخوره بنفسك بيبان، مش محتاجه تتكلمي عن نفسك، هو كل اللي حواليك شايفها وبيحسها. احنا كده كبني ادمين عندنا انرجي ممكن ما بنتكلمش، في لغه عين، في لغه بادي لانجوج، في لغه طاقه بنحسها. فخليكي دايما فخوره بنفسك، ولو مش فخوره بنفسك دلوقتي ابدأي رحلتك تجاه ان انت تكوني انسانه فخوره بنفسك بتحقيق كل اهدافك واحلامك بالست خطوات اللي احنا قلناها النهارده. اتمنى حلقه النهارده تكون فادتكم واستفدتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات. اتمنى تكونوا سامعيني كويس، انا حطيت المايك. وزي ما قلت لكم يعني انا بصراحه ان انا اسجل الفيديو النهارده في كافيه، حاسه ان الناس كلهم عمالين يبصوا لي ويستغربوني، خاصه ان انا لغه غريبه بالنسبه لهم. و ف... فطلعت بره الكومفورت زون. فانا فخوره بنفسي لان انا من الاشخاص اللي بحب اجواء الكافيهات. زي ما قلت لكم ان انا عزمت نفسي النهارده على الكافيه، ومع ذلك بس لسه شغاله بعمل انجازات تانية تجاه هدفي الأول. فاتمنى فيديو النهارده يكون فاتكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.